ميسي أسطورة صنعتها المنشطات. ما تستغربش الكلام ده لأنه أصلا مش كلامي. قبل أي حاجة صلي بينا على النبي ويلا بينا. جوي بارتون كان لاعب سابق لكام نادي كده، أبرزهم كان مانشستر سيتي ونيوكاسل، وكان موهوب جدا، لكن مسيرته دي ما كانتش أحسن حاجة لأنه للأسف من نفس العينة المنيلة بتاعة بلوتيلي وبوجبا. بارتون اتسجن واتوقف بسبب الرهانات، والاصدم من كده انه حط سجاره في عين زميله وهما بيتخانقوا، ده غير طبعا تصريحاته المجنونه، واللي كان منها تصريح من كام يوم عن ليونيل ميسي قال فيه ان ليونيل ميسي معدل جينيا بسبب المنشطات والادويه اللي كان بياخدها علشان يعالج نقص النمو اللي كان في طفولته. كمل بارتون كلامه وقال ان الدليل على كلامي ده ان مفيش اي لاعب في التاريخ عمل اللي ميسي قدر يعمله. مش بس كده، ده كمان قال ان اسرته لو كانت سابته انه يكبر بشكل طبيعي من غير اي ادويه وهرمونات ما كانش وصل للي وصل له ده، وان ميسي لازم يتحط جنب اسمه علامة نجمة كده، والنجمة دي بترمز لأي شخص رياضي حقق إنجازات ملوثة ومشكوك فيها. وأنا مش عارف الدماغ دي دماغ إيه يا بارتون.